وما عندناش ثقافة الانهزام. احنا ثقافتنا مثل ما يقولها أخي قيس، ثقافتنا ثقافة الفوز، حتى ولو بدون شيء نفوز إن شاء الله. شكرا. هذه الدورة على ما يبدو أنها جاءت متميزة، شفنا فيها الكثير من المفاجآت، ومن ضمن المفاجآت هي وصول فريق بوسبير إلى مراحل متقدمة جدا، وصل إلى النصف نهائي وربما يصل إلى النهائي وربما لا يحوز على كأس العالم. أنا قلت هذا الأمر لا يغير شيئا في قناعتي. لو كان جيتوا رجال وشمينا فيكم ريحة الرجولة وعرفناكم باللي صح فحولة وتستاهلوا أننا نفرحوا من أجلكم، نتكلم على نفسي والناس اللي يتقاسموني هذه الفكرة، والله العظيم لو كان احنا ثاني رانا أقمنا الأفراح والكلاكسون ونوزعوا الحلوى ونفرحوا معاكم ولو أنها لعبة، يعني تطلع تهبط لعبة. وغير ديروا النية طلع لي شعلة، هلا 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 مغاربة اسبوع ورجالة، وغير ديروا النية نصارنا العالي شالة، حكاية بدات في مكسيكو تورخنا في قطر، راه يحقروا مروكو ما عرفوناش حنا خطر، هلا 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 مغاربة اسبوع ورجالة، يحيى مغاربة اسبوع ورجالة، يحيى الرقراقي، يحيى زياش حكيمي، يحيى والمغاربه، تحيه من عند تحيه من عند الجزيريه. رانا انت جزائري؟ ايوه انا جزائري قلبا وقالبا مع المغرب. انا عجبني الروح، عجبني الروح. ان شاء الله النصر المنتخب المغربي امام فرنسا ونهائي كاس العالم ان شاء الله، ونفرحوا كاملين الامه العربيه ان شاء الله. في ثكنة عسكرية. ديديكاس لخوتنا المغاربه، بالبركه عليكم ربح البرتغال من قوات الخاصه الجزائريه، ورانا معاكم خاوه ما كاينش منيه. عقوب الله فينا ان شاء الله. عقوب الله فينا. اطلق انا معكم نيكارا. لاعبي المنتخب المغربي احتفلوا امبارح او يعني في الماتش بعد الماتش مع اهاليهم، منهم وليد الركراكي نفسه المدرب او المدير الفني لمنتخب الاسود، ومنهم لعيبه كتير قوي. خلينا نتفرج على ادي وليد مع والدته، وكان في اكتر من لاعب امهاتهم في المدرجات
وكان في كمان اكتر من او حد معاه والده اهو، اكتر من لاعب كان والدته او والده داخل او كانوا بيتابعوا الماتشات واتجهوا ليهم فورا في المدرجات عشان يحيوا اهاليهم. الحقيقه انه المشهد ده حضرات لفت نظر كتير جدا من الاوروبيين اللي كتبوا ان العرب بيدونا درس في اهميه الاسره، الاب والام، لانهم في الغرب افتقدوا المنظومه دي خلاص. ما عادتش المنظومه دي موجوده في الغرب. الاسره، الام اللي تكبر في السن وابنها كمان يكبر كتير جدا لكن يظل ولاؤه لامه او لابوه. المفهوم ده عند الغرب مات تقريبا، ما عادش موجود تقريبا. الغرب النهارده بيتفرج على لعيبه المغرب وهي بتقول لهم احنا كعرب عندنا الاب والام ليهم مكانه تانيه خالص. اللافت ان اغلب لاعبي المنتخب المغربي معهم جنسيات اوروبيه، لكنهم فضلوا اللعب المنتخب المغرب وافتخروا بعربتهم، زي اللاعب الاسد اللي اسمه نور الدين مرابط. شوف قال ايه كده، بيقول نحن مغربيون، انا ولدت في هولندا ولكني ابقى مغربي، اتحدث الامازيغيه والعربيه ولكنني فخور بانني مغربي وعربي. وما ينفعش واحنا بنتعرف على اسود الاطلسي ان احنا ننسى البطل الحقيقي ياسين بونو، حائط الصد للمغرب، اللي حتى الان ما دخلش فيه غير هدف واحد بس، وله فيديو مشهور. تخيلوا الراجل ده بيجيد حوالي 3 لغات. 3 لغات. الكلام إلك يا جارة على فكرة، ها؟ انت عارف انا بكلم مين؟ ياسين بونو بيعرف 3 لغات غير العربية. لكن الغريبة ان ياسين بونو لما اتسأل ما رضيش يرد الا باللغة العربية. بيتقن الانجليزية والفرنسية والاسبانية، ده غير العربي. فلما دخل في مؤتمر صحفي رفض يرد الا بالعربي، مما اثار الحقيقة غضب المراسلين الاجانب. الراجل ده ما رضيش يرد عليهم غير باللغه العربيه. نشوف. وهنا لازم نتكلم عن قائد اسود الاطلس، المدرب الوطني المغربي مش الاجنبي، وليد الركراكي، اللي قدر يوصل بالمنتخب المغربي لهذا الحلم التاريخي، مع انهم او غيرهم جابوا مدربين اجانب باضعاف الراتب بتاع الركراكي وما حققوش اي انجاز. احنا ابن البلد غير. خلينا نشوف. ده وليد الركراكي. كتبنا التاريخ لبلادنا وافريقيا عادت الى الساحه، تخطينا التوقعات وانا سعيد جدا. هو ده وليد الركراكي. الحقيقه فوز المغرب اظهر قاعات رياضيه وغيرها، وخصصت شاشات عملاقه لمختلف الجماهير المغربيه لمتابعه اللقاء وتشجيع العناصر الوطنيه ولو من بعيد. وكان اسود الاطلس في وعدهم وعلى وعدهم، حققوا فرحه وتاهلا مستحقا وتاريخيا الى ربع نهائي المونديال. الإنجاز العربي الكبير اللي عنده مرض نفسي وحقد دفين في قلبه هو اللي ما غاديش يشاركوا مع المغاربه، اللي ما غاديش يشاركوا مع المغاربه. المهم